السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، تعالوا بينا نكمل الدرس اللي احنا بدأناه، مصر بين المماليك والعثمانيين. يلا بينا نبتدي الدرس بتاعنا. نتكلم على مصر أثناء الحكم العثماني. الدولة العثمانية حكمت مصر 4 قرون، يعني 400 سنة. حكم جامد وراكد واستبدادي. يعني ايه الكلام ده؟ جامد يعني مفيهوش أي تجديد. راكد، الحياة كلها اتسمت بالتخلف. استبدادي يعني ظالم. طيب يبقى أنا كده لما اجي اتكلم زي ما انا لسه بقول، ما هوش فتح، اسمه ايه؟ استيلاء. الدولة العثمانية حكمت مصر 400 سنة، ما قدمتش لمصر اي حاجة جديدة. لما يجي يقول لي ما النتائج المترتبة على حكم العثمانيين لمصر، اقول ادى الى تحول مصر الى ولاية معزولة عن مؤثرات الحضارة الأوروبية. يبقى حكم العثمانيين عزل مصر عن مؤثرات الحضارة الأوروبية. ما نشوف الحياة السياسية، العثمانيين كانوا بيخافوا إن حد يستولى على الحكم لوحده، فحطوا لي كام واحد كده يحكم مصر، اسمهم هيئات الحكم العثماني. يبقى تعددت هيئات الحكم العثماني في مصر. ازاي؟ مش هيئة واحدة، 4 هيئات. ايه ال4 هيئات دول؟ الوالي اللي هو الباشا، نائب السلطان العثماني. الوالي نائب السلطان العثماني ده أول الهيئات. الهيئة الثانية الديوان، ديوان القاهرة، بيتكون من كبار الموظفين وكبار الضباط وكبار التجار وكبار العلماء. الحامية العثمانية فرقة من الجيش كده، سليم الأول حطها في مصر عشان تحقق الأمن وتحفظه، لكن جيش كامل يحمي مصر لا، مجرد حامية عثمانية. إدارة الأقاليم ودي فضلت في إيد المماليك. يا مش إحنا لسه بنقول المماليك انتهوا كدولة، لكن فضلوا موجودين في مصر بيحكموا الأقاليم. يعني إيه أقاليم؟ يعني محافظات. يبقى هنا نظام الحكم العثماني نظام سيء، ضعيف من بدايته. ليه؟ لأن هيئاته كتير. إحنا بنقول في المثل البلدي المركب اللي ليها رئيسين تغرق. هنا بقى العثمانيين حطوا لمصر كام رئيس؟ كام حاكم؟ 4. دلل. تعددت هيئات الحكم العثماني في مصر. قال له حيث حكم مصر 4 هيئات: الوالي، الديوان، الحامية العثمانية، إدارة الأقاليم. يبقى كل ال4 إدارات دول بيراقبوا على بعض، مفيش إدارة بتحكم لوحدها. يبقى هنا ضعف الحكم العثماني أو حمل نظام الحكم العثماني في ثناياه عوامل ضعفه. يعني إيه ثناياه؟ يعني داخله، بسبب قصر مدة حكم الوالي. الوالي ده ما يحكمش أكتر من 3 سنين، من سنة ل3 سنوات. طب ليه؟ عشان ما يستبدش بالحكم. الوالي يحكم فقط 3 سنوات عشان ما يستبدش بالحكم. يبقى قصر مدة حكم الوالي، زيادة سلطة الديوان والحامية العثمانية أدوا إلى إيه؟ ضعف الحكم العثماني، أو حمل نظام الحكم العثماني في ثناياه عوامل ضعفه. طب إيه النتائج اللي ترتبت على ضعف الحكم العثماني ده؟ حركة علي بيك الكبير. إيه حركة علي بيك الكبير دي؟ ضعف الحكم العثماني خلى البكوات اللي هم المماليك يتطلعوا للانفراد بحكم مصر، زي علي بيك الكبير. أشهر حركة انفصال عن الدولة العثمانية كانت حركة علي بيك الكبير في نهاية القرن ال17. وخلي بالي ما خلطش قدام بين علي بيك الكبير ومحمد علي، اخد بالي كويس قوي من الحتة دي. علي بيك الكبير ده انفرد بحكم مصر في ظل الدولة العثمانية، استغل ضعف الدولة العثمانية، فترة ضعف في الدولة العثمانية، وانفرد بحكم مصر. عمل ايه؟ صار الحاكم الفعلي لمصر 1767، وتحالف مع الشيخ ضاهر العمر حاكم جنوب الشام، وقام بإخضاع الحجاز لنفوذه، وأرسل نائبه محمد أبو الدهب لغزو الشام، فنجح في غزو الشام ودخل إيه؟ دمشق. يبقى انفراد حركة علي بيك الكبير أول ما قامت عمل إيه؟ انفرد بحكم مصر وأصبح حاكم فعلي. تحالف مع الشيخ ضاهر العمر، أخضع الحجاز لنفوذه، أرسل نائبه محمد أبو الدهب لغزو الشام فدخل دمشق.
لكن الخيانة دايما تقضي على أي نجاح. علي بيك الكبير حركته فشلت. ليه؟ بسبب خيانة محمد بيك أبو الذهب. محمد بيك أبو الذهب ده انحاز للسلطان العثماني. ليه بقى؟ السلطان العثماني قال له تعالى ارجع كده على مصر وخلصني من علي بيك، وانا هخليك تحكم مصر طول حياتك، هخليك انت الوالي الحاكم بتاع مصر. راح راجع من الشام، قتل علي بيك الكبير واستولى هو على حكم ايه؟ مصر. يبقى حركة علي بيك الكبير نجحت ولا فشلت؟ بكل أسف فشلت. فشلت ليه يا مس؟ بسبب خيانة محمد بيك أبو الذهب. طب خان ليه؟ لأنه انحاز للسلطان العثماني. انحيازه للسلطان العثماني أدى إلى عودة مصر ولاية عثمانية مرة أخرى تحت حكم محمد بيك أبو الذهب. يبقى أنا لازم أختار الناس اللي حواليا كويس قوي. يبقى هنا فشلت حركة علي بيك ولا نجحت؟ فشلت. ليه؟ بسبب انحياز محمد بيك أبو الذهب للسلطان العثماني. ما النتائج المترتبة على فشل الحركة؟ عودة مصر ولاية عثمانية تحت حكم محمد بيك أبو الذهب. نشوف الحياة الاقتصادية. يعني ايه حياة اقتصادية؟ دايما أقول كل حاجة متعلقة بالأنشطة الاقتصادية، زراعة، صناعة، تجارة. أي حاجة تدخل دخل دي اسمها حياة اقتصادية. الحياة الاقتصادية أوضاع متدهورة. الزراعة، الأرض ملك للسلطان العثماني، كل الأرض ملك للسلطان العثماني. بتزرع عن طريق التكليف. يعني إيه تكليف؟ يعني الفلاح ينتفع بس بالأرض بنظام اسمه حق الانتفاع. إيه حق الانتفاع؟ ينتفع الفلاح بالأرض وليس له حق التصرف فيها. عملوا كمان نظام اسمه نظام الالتزام. إيه نظام الالتزام ده؟ واحد اسمه ملتزم، شخص كده يجمع الضرائب من الفلاحين بالقوة باللين، المهم ان هو يجمع الضرائب ويبعتها للسلطان العثماني. طب ليه ظهر نظام الالتزام ده؟ بسبب ضعف الدولة العثمانية. الدولة العثمانية في نهاية القرن ال17 أصبحت دولة ضعيفة، فما كانتش بتقدر تجمع الضرائب من الفلاحين، فعينوا شخص اسمه ملتزم. ايه الملتزم ده؟ ملتزم يعني بيلم الضرائب من الفلاحين، ياخد جزء ليه ويرسل الجزء الثاني للسلطان العثماني. يبقى ده اسمه نظام الالتزام. الطبقة الحاكمة، الوالي ولا الديوان ولا الحامية العثمانية، كانت بتهتم بأمور الزراعة؟ طبعا لا، كانوا بيهتموا بس ان هم يجمعوا فلوس وياخدوها او يودوها للسلطان العثماني. يبقى عدم اهتمام الطبقة الحاكمة بتنظيم الري او اقامة السدود وحفر الترع. يبقى الزراعة تدهورت ليه؟ بسبب نظامين، نظام الالتزام ونظام حق الانتفاع. يبقى في نظام الالتزام ونظام حق الانتفاع. طيب نشوف الصناعة. طبعا تدهور الزراعة يؤدي إلى تدهور الصناعة. يبقى بما تفسر تدهور الصناعة في العصر العثماني بسبب تدهور الزراعة. أهم نشاط اقتصادي عندي الزراعة، لو هو تدهور يبقى كل الأنشطة بعد كده تتدهور. إرسال السلطان سليم الأول الصناع المهرة والحرفيين إلى الأستانة عاصمة الدولة العثمانية. سليم الأول جمع الصناع المهرة الكويسين اللي بيعرفوا يعملوا فن كويس دولت، وراح بعتهم على الأستانة. ليه؟ عشان يعمروا في الأستانة. طب ومصر؟ ما احنا قلنا الدولة العثمانية عزلتها عن إيه؟ عزلتها عن العالم. طيب ما النتائج المترتبة على تدهور الصناعة في مصر في العصر العثماني؟ أو أصبحت الصناعة صناعة يدوية بسيطة ورديئة. طب التجارة؟ برضو التجارة متدهورة. أسباب تدهور التجارة تدهور الزراعة والصناعة وافتقاد الأمن. تدهور الزراعة والصناعة وافتقاد الأمن. عدم الاهتمام بطرق التجارة البرية، مفيش، الطرق دي متكسرة فمفيش أي حد طبعا هيمشي عليها. الإغارات المتلاحقة لبدو الصحراء. يعني إيه إغارات؟ يعني حملات اعتداء، زي كده لصوص يجوا على المدينة يسرقوها. دولت مين؟ بدو الصحراء، يدخلوا يسرقوا أي تاجر بيبيع، يسرقوا بضاعته. عشان كده التجارة تجارة متدهورة. طب التجارة الخارجية برضو متدهورة بسبب الاكتشافات الجغرافية اللي هي طبعا إيه؟ طريق رأس الرجاء الصالح.
وتحطيم الأسطول المصري أسطول المماليك 1509 اللي احنا اتكلمنا عنه، ومنح الدولة العثمانية امتيازات أجنبية للدول الأوروبية. يبقى دي أسباب تدهور التجارة الخارجية. نيجي بقى للحياة الاجتماعية. يعني ايه حياة اجتماعية؟ يعني طبقات المجتمع. المجتمع في عصر الدولة العثمانية كان مجتمع طبقي. ليه طبقي؟ لأنه مقسوم لطبقتين، فئتين، فئة الحكام وفئة المحكومين. الحكام طبعا كان ليهم كافة السلطات، شؤون الإدارة والحكم والجيش. مين هم؟ الأتراك والمماليك. يبقى فئة الحكام ما بين مين؟ الأتراك والمماليك. فئة المحكومين بقى الطبقة المظلومة، طبقة وسطى وطبقة دنيا. يعني إيه دنيا؟ يعني أقل الطبقات. طبقة وسطى اللي هم المشايخ وعلماء الأزهر ورجال الدين وكبار التجار. طبقة دنيا الفلاحين وصغار الحرفيين وعامة الناس. طبعا الطبقة الدنيا عانت من الفقر والظلم وتفشي الأوبئة والأمراض. يبقى دي الحياة الاجتماعية. يجي يقول لي دلل المجتمع المصري كان مجتمعا طبقي، أقول له لأنه انقسم لطبقتين، حكام ومحكومين. الحكام اللي هم الأتراك والمماليك تركزت في إيديهم جميع السلطات، والمحكومين الطبقة الوسطى والطبقة الدنيا، المشايخ، العلماء، رجال الدين، كبار التجار. طبقة الدنيا الفلاحين، صغار الحرفيين وعامة الناس. نيجي للحياة الفكرية والثقافية. الحياة الفكرية والثقافية اتسمت بالإيه؟ بالتدهور، بالجمود والتخلف. ليه؟ لأن أنا قلت برضو في الأول العثمانيين فرضوا على مصر عزلة. يبقى بسبب العزلة التي فرضها العثمانيون على البلاد. طب ما النتائج المترتبة على العزلة التي فرضها العثمانيون على البلاد؟ هقول اهتزاز مكانة الأزهر العلمية. ما عادوش بيهتموا غير بالعلوم الشرعية فقط، لم يعد هناك اهتمام إلا بالعلوم الشرعية. طب والعلوم العقلية اللي هي الطب والهندسة والرياضة والفلك، العلوم دي كلها تم إهمالها. لم يعد هناك اهتمام بالعلوم العقلية أو الرياضية أو الطبيعية. تدهور الحياة الأدبية، مفيش أدباء، مفيش مفكرين، مفيش ناس بتكتب. يبقى تدهور الحياة الأدبية. انتشار الدجل والشعوذة والخرافات. الناس معهاش فلوس، اللي يعيا يروحوا يعملوا له ايه؟ حجاب، يروحوا مثلا يعملوا له خلطة عشان يخف. فده طبعا من ضمن الجهل. الجهل بسبب الفقر. اكتر حاجة تخلي الانسان يكون جاهل هو الفقر. ماشي؟ يبقى العزلة التي فرضها العثمانيون على البلاد، اهتزاز مكانة الازهر، اهتمام تدهور الحياة الأدبية، انتشار الدجل والشعوذة والخرافات، إهمال العلوم العقلية والرياضية والطبيعية. بكده احنا خلصنا الدرس بتاعنا. الدرس جميل وسهل، يا ريت اقعد اسمع فيه كتير وبعدين اعمل ايه؟ أأكد فهمي. اهم حاجة عندي ان انا اكد الفهم ده. طب يا مس هأكد الفهم ازاي؟ هحل، همسك ورقة وقلم كده واوقف الشاشة على الأسئلة دي واقعد احل. قامت الدولة الصفوية في إيران أو بلاد فارس أو تبريز، والمملوكية في مصر والشام والحجاز. المملوكية ضمت مصر والشام والحجاز وجزء من ساحل أفريقيا. أحل الأسئلة دي كده. لما أحل الأسئلة دي هبقى أنا كده فهمت الدرس واستوعبته وعمري ما أقدر أنساه. أوقف الشاشة عند كل الأسئلة كده وأقعد أحلها. أخضع علي بك الكبير الحجاز لنفوذه. ساءت العلاقات بين المماليك والعثمانيين بعد استيلاء السلطان سليم الأول. استولى على إيه؟ على إمارة ذي القادر. برافو. عانى الفلاح المصري من كثرة. طب الفلاح المصري يعني من كثرة إيه؟ أكيد كثرة الضرائب طبعا. لجأت الدولة العثمانية إلى لعدم قدرة الوالي على جباية الأموال. عدم قدرة الوالي على جباية الأموال يعني ضعف الدولة العثمانية. يبقى مين اللي كان بيجبي الأموال؟ الملتزم. يبقى لجأت الدولة العثمانية إلى نظام الالتزام. من الكلمة هقدر أطلع السؤال. هاجي على بما تفسر
واحلها كلها كده في كراسة. اعمل لي كراسة عشان اراجع فيها كل الحل وكل الاسئلة بتاعتي، وبعدين اشوف ما النتائج. عندي 3 معارك، جلدريان ومرجداب والريدانية، لازم يتعرفوا ويتحفظوا صم. بس قبل ما احفظ لازم افهم. الفهم طريقي للحفظ. كتير قوي اسمعوا الفيديو عشان يركز في دماغكم المعلومات. اتمنى تكونوا استفدتوا. لو عجبكم الشرح ما تنسوش الاشتراك في القناة ومشاركة القناة، لان طبعا نشر العلم ده في حد ذاته صدقة جارية. زي ما قلنا خيركم من تعلم العلم وعلمه. ما انساش كتاب المدرسة والاهتمام بيه، وما انساش الحل. حل كتير كتير كتير، لان الحل هو طريقي لحفظ المعلومة. العلم صيد والكتابة قيد. هحل بالكتابة بتاعتي، وإن شاء الله الدرس الجاي تستفيدوا أكتر وأكتر. تابعوا القناة وبالتوفيق إن شاء الله.